واو أمي وايد كثير حلو. هنا هنيا زي أنا بحكي هذا مشان يشوف. هاتي كبنية عندك سلوى. هاتي كبنية بديعة. هاتي كبنية خفيفة خلاص. كلي صحني كويس. مو صحني هذا. في وي ام. أنا سكبت لها. وي ام ريبتي. هي عارفة اللي بتعمل. مان. وي ام. وي ام مايو. وي ام مايو. جنن. اللي بيجنن. اوكي شايفينه؟ الكاميرا مرة واضحة ليه؟ ما في فوكس. ما في فوكس. شو عملت؟ حبيت اعمل لكم ابديت. صور لكم هون هيك شو صاير. هون كان في غزال كان في اغراض. نزلوا صبوا فوق. كيف بدي اوريكم فوق ما بعرف. بس ليكم الغرفة هي نفسها لا سووا غيروا تمديدات المي لتحت. في عنا ورشة صار يومين. هي صراحة مو ورشة أصهرتنا. أصهرت العائلة. هتلخبط عليكم الطاقة هنيك حطوا الخزان وظبطوا كل شيء. وإن شاء الله يعني هالأسبوع إن شاء الله يعني أبعلكم هالأسبوع بجيبوا بلطوا بزرقوا هيك شيء. ما بعرف ليه جهزوا غرفة أساس يمكن هديك الغرفة لازم تتجهز يمكن. سدوا هذا الشباك. أنا هذا لاحظته ما بعرف كيف اشتغلوا بس سدوا هذا الشباك I think. عطوا هاد وهاد سو يب ما راح يكون باب كبير هون هيك. سو حبيت أصور لكم إني ما بصور لكم شيء. قلت بصور لكم هي عدتنا. نزلوا استراحة خلصوا هون خلصوا هلا شغلهم بس نزلوا استراحة. نزلوا استراحة محارب صاير بس حبيت أسوي لكم. بعدين في المطش وشالوا هون هاي التسقيفة يعني كانوا بيشتغلوا سو كان فيهم نايلون شالوه صاير بس حبيت هيك أخبركم. الو جايز هاتي كيفكم. اليوم أنا زايرة عند عمتي مع بوط صوتي إني مين هنن. استنوا شوي. زايرة عند عمتي نمت على ساعة الليلة. هو ما نمنا نحن أساس للساعة 5 الصبح. هيكو هذا طلع لي أول شي. نسوا هذا الكركبة ولا بس طلعوا ما شاء الله يعني مع كل هاد بطلع لي بابا. سايرة عندها ونمنا على أساس الساعة 5 الصبح بس أنا ما قدرت أنام. خفت لأنه حطتني بغرفة ونامت. هيكون رح لكم هيك مشان ما أبين أنا أوكي. عافتني بالغرفة ورحت نامت عمتي لهذا السبب الجميل. يعني أنا هون بغرفة وأنا بغرفة لهيك أنا ما حسنت أنام. والساعة هلا حاليا يعني شلون أقولكم استنوا شوي. الساعة 6:15 بالضبط 6:15 وهلا ماني نايمة ولا فكرانة. صحيح بس حبيت أخبركم إني ما بصور لكم كتير ولا صورت لكم. بحب أنه سهرنا وهيك بس ما صورت لكم. إي والله مع الأسف الشديد. يس بس حبيت أخبركم إني بدي أنزل لكم فيديو ما بصور لكم. ما بعرف ليه ما بصور لكم. أنا عم بطلع اليوم عمتي اللي تاخذني يا بعض تكتوزي كتير. اليوم عمتي اللي تاخذني سو إن شاء الله اليوم بصور لكم فيديو إن شاء الله يعني بإذن الله. ادعوني أصور لكم. بس حرام ليش؟ شوف ما عاد تحمل حرام في وقت اللي جابوا لها غير بس هي غير بس فوق الشروط بعدين هاكل بشكل. في ناس كانوا سيارات في الحديقة سو شفنا هاي شو اسمه الشوكولاتة وجبناها. افتحي يما تعملوا مع انبوكسينج. معنا سلوفان ترى حياتك ولا سلوفان. هاي تبع تذويب ها والله طيبة. هاي مرة ايه انا اول حلو ادوق. هاي انا هيك ادوق لا توصني انا هيك ادوق. شم يا بدنا فرجينا مين. اسمعي ما عم بحكي طيبة من ريحتها. طلعنا اليوم على شارع النيل. يس شوفوا لي هون بداية شارع النيل. هون دوار مو دوار أنا دوار يمكن ما بعرف وين زلنا. المهم لكم شو كاتبين طب ولا من نحب المقطع. طيب هذا هو جزء شارع النيل. شوفوا عملنا شغلات أو اشتريت شي رح أرجع. ما في عندها غير 8. خلصنا شارع النيل. ما حب أصور لكم أنا كتير صعب صير ضجة. والله إحنا قدام ساعة من ساعة فرق. بصور لكم مقاطع بسيطة ما لازم تسوي. بصور لكم فيديوهات. هون أماكن نوعا ما ربطية نوعا ما شو هاي؟ هذا شو كيفك أمورة؟ طلع لي؟ قولي هاي قلبي. مو قلبي ولا حبك وين؟ 3 4 ليش تقولي بسين كارجو بانت؟
موتشي موتشي. يا نحن عاملين موتشي. ليكو بس الأحمر اللي لا أحلى من الأحمر. 1 2 3 4. أيوه. ايش اسمك؟ اسمك ماذا؟ اسمك ماذا؟ ايش؟ ترى علي؟ ايش؟ مودت. اسمها مودت. زي الحركة شوفك. شوي اوف بيتنا طلع خامس. الحين عم بيتعب عمي إلى مولي بيعمل إيه كم سي مو عمتي الحقيقية يعني بس عمتي وعمتي بنايتون اجري أنا هاي بتقدر ما جبت بيان كنت أعرج عشان ما تقدر. هلو جايز كيفكم؟ اليوم اكتشفت انه انا ماني مصوره طريقه المكسيكانو بريز، قررت اني اصور لكم اياها اليوم وانا عند عمتي. رح نطبخ ونخبص فيها، واذا طيبه رح نشرها واذا ما طيبه ما رح نشرها. اوكي يعني على حسب معلوماتنا بالصدورة الفروج والرز والبهارات رح نعمل ونشتغل. رح اصور لكم وارجيكم. اوكي هون هلا من شوي فرمت فليفله خضراء وحمراء وهي فليفله حمراء بس ميبسه سو لونها عاتي على اسود هيك شيء. وعمتي فرمت شو اسمه صدوره ونقعتهم مي وخل. صح هلا جاب البندوره بدنا شو اسمه نفرمها. نعم هدول بصلات نطالعوا نقسمهم ونقليهم على زيت. هاي اول خطوه يعني من عنا طبعا بلا ما نخبص نحن ونشوف بقى مهاراتنا بالطبخ صح لا صح. هذا بدي اقطعهم هدول انا عشان ابكي. رجعت لكم بس لو بتعرفوا وين مثبتكم حطيت تليفون على متربان. انا حاليا عم ببكي لان هي ثاني بصله عم بفرمها. طيب نحن البصل اختياري وكل شيء رح يكون اختياري يعني انتم بس سموا بالله وحطوا المقادير. اللي ما بيعرف يطبخ ابدا لا يطبخ. حبينا هلا بس نقطع ونجهز الطبخه نعمل هيك يعني قهوه نوعات. وبعدين داركن يعني بعد ما ليكو هون البصل طبعا المرمى توسخت كلها هذه امثله مثل الشتوره. قررنا نقطع البصلات ومو البصلات كل الخضره يعني نقطعها هلا وشوي ثانيه مو شوي ثانيه اول ما يجي جوز عمتي يعني هالفتره نقوم نبلش لاني ما بدي اشيل رز بده شي نص ساعه لنقول ايه طالما نص ساعة على الرز وهذول بس بدهم يتقلوا يعني اوكي فهمتوا علي؟ بس هيك ما في شيء. هنقي هون لاني نزلت عم معطم شيل بس الوسخات. لا موت انا عيوني صار يغرقوني. تمام شيل هاي رجعها بدي عيوني والله راحت فيا. بكي كتير بكي. تمام هون ايوه بنتي في هون فروجه مشويه زياده فروجه مشويه سو هدول صدر من الفروجه قررنا يعني انه نقطعه كمان نحطه فوقه. قلت لكم تخبيص اذا انتم حبيتوا التخبيص اعملوه ما حبيتوا لا حدا يحكي ولا كلمه ما بدي اسمع صوتكم بس شلون يعني انا حطوا لي كومنت ليش يعني شوفي هات يا حطك احلى مسكره وليه راحوا يا محمد. طلعنا من شوي ما صورت لكم لاني هون حرفيا بسوريا ما بتصور والله يا هذا كثير عم بتفرفت حاطه هيك ايوه ما بتحسن تطور بالشوارع لاني ما في امان للامانه يعني ما فيها الامان خافي انت عم تسوي مثلا يجي واحد ياخذ تليفون ويمشي عادي يعني ماسك التليفون بايديه واجره الله وكيل. هلا شلون نعمل؟ بنحط هذاك الصدر اللي غير مستوي. هلا هي فروجه مشويه اللي هيك صدرها مستوي يعني بنحطه بنقليه مع الخضروات وبس هيك يصير مثل هالقوام يعني قرب يستوي بنضيف له هذا عرفتوا شلون عشان يتحمر معه. نسوي اللي عم نعمل مكسيكان اليوم برز يعني مقلوبة مكسيكان. هلا بصير تحطين الجزر؟ هو لا ما بصير ما بعرف ما احس انه يتطابق لانه الرز ما له اصفر مثل الكبسه عرفتوا شلون رح نسوي رز عادي ابيض. نحن هيك بنعملها بس الطريقه المضبوطه ما بعرفها للامانه سو هي. وهون اغلبيتهم عندهم فرونه كان بدي اعملها لعمتي معكرونه بشاميل عم بقلها فقلت لي ما في حدا عنده فرن هون يعني كثير قليل تلاقي ناس عندهم فرن رح تطلعي عم بالفرن عرفتوا شلون؟ يعني بدها فرن مجبورين بدك فرن مجبور مو مجبور شو؟ ايش عم بحكي انا ما بعرف. المهم هي هيك حبيت اصور لكم شوي لانه ما عم بصور كثير سو هلا بجوز منتج الفيديو وانشره محات يعني مش قادرة نستنى. واعذروني على الفيديوهات اللي قبل يعني مو الفيديو الماضي اللي قبله واللي قبله هيك هذول اعذروني عليهم لانه
كنت ما بعرف عقلي مو معي، والتطبيقات مثل كاب كوت انا كنت امنتج عليه صار ما عاد يشتغل هون فوريا. ارجع نفس الصحن. عم بقول عمتي هلا بنحط هدول مع الخضره وهيك بنقليها، بس تبلش بدها تستوي بنضيفها مخلطه، يعني هي مستويه بتفرق عليها صح؟ ما بحكي شيء غلط. اشوف يشتركوا حبيبنا كلهم صور. ايه بصور اطفي. هلا بدي افرم البندوره. اوه ماي جاد. طيب عم بجهز كل شيء مع بالكم عشان شو عمتي سكيناتها كتير هيك عرفت. ما بقدر هاي كبيرة ما شاء الله. هات شو بس ما رح احسن لكم. اوكي تحطوا هون جنبي. بدي بشطش عن البندورة لأنه ما بصير نحطهم سوا، لأن كل وحدة طريقة استوائها تختلف عن الثاني. لهيك السبب لهذا السبب رح نحطه بالدفعات، يعني مو كل الناس دفعة أو مخربط، كل وحدة معروف ايمتى لازم تنحط. اوكي شوف إذا قال شيء. اوكي صار الفيديو دقيقتين، مو شلون هاي 6 دقايق. الله لا يوفق عدول. خلاص شو خلاص رح افرمهم وورجيكم اياهم بعدين. اي شيء. اوكي مثل ما انكم شايفين هون حطيت زيت، في زيت مثل ما انكم شايفين بس فيه حطيت شغال نار تحت. رح احط البصل. رح اقلي البصل بالزيت. اوكي يا جماعة شوفوا غرفة عمتي. هاي الغرفة غرفة كراكيب اللي شايفين الصوبة، وهي صار يعني زمان مو زمان كتير ما بعرف، بس صار فترة معينة انه ما عم تشتغل فيها، ما عم تحوسها، ما تعزلت، وهلا قررت تعزلها. هي مهجورة تماما يعني ليكوا كيف، والبيت مو إلها يعني مو ملك سويا. طلعت تعزلها وأورجيكم قبل وبعد. هي ما قدرت تصور بس انا قلت لها تصور، بس انا رح اطبخ هي رح اسوي الغرفة. اوكي نشوف هلا شو بدها تطلع. شوف شغل عمتي هيك انا بدي اريح حاجتهم، يعني قربوا يشقروها وبغير تغير لونها شوي وقربوا يشقروا، فلهيك رح زدت عليهم الفلفله. طبعا هون تعتبر 3 الوان فلفلات نها. رح يحكي شيء طيب حطوا رح اسوي لكم انا مقلوبه على رز، يعني مو هذا ساندويتش. بدي اقليهم هلا شوي سوا شوي صغيره، بعدين بتطبخ البندوره بتستوي اسرع. شوف كيف شلون حطوا كيف طيب. واو حلو الوان احلاها باين عليكم هيك شوفوا. واو نار بجيب عليه اغاني واشياء كثير. عليهم الايكون. تعالوا شفنا شوي البصلين الفلفل بالزيت محطوط بالبندورة. شوي بيبي لا تشرب مي. هون معي ماده جبتها هون عشان ما تعذب الماء. هذا فوسية بسم الله الرحمن الرحيم. هون طبعا كمان بدي ادخل ولا نوع من البهارات، لا ملح ولا شيء. لا تقلب كثير في البهارات. بدك لا تشوف هي فتحة على الدك. ليش تكوكوناتي؟ معلش وليش تكوكوناتي؟ اشتروا بنيناتي وبعد زر الجرس. احكي لكم قناتهم تحت بصندوق الوصف. معاكم اخوات ولاد اذا انتم ولاد ولدهم. لا تنسوا تشتركوا قناة عبد الله ميدا 2027 عشان يوصلكم كل شيء جديد، وحطوا لنا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس. هاي كمان ابغى اعطيكم. يب واعملي هيك. يب مو هيك لك هيك. ايه ده؟ دعي طلعوا في غازين هون جنب بعض. يولي تحت العين بعده انت وعملك. رح احط اسم البهارات موجودة. اوكي رح احط فلفل حمراء او بابريكا. وبهار بهار او فلفل ملح. الكثير من الملح. تعطي نكهة. خلوا نطلع ملح. لا انا ما بخربط ملح. هاي بهارات صفت عندي عندها بس بهار شاورما، مو شاورما كبسة، مو بهارات كبسة. طيب بهارات كبسة، بهارات حسب الرغبة. هيك ما بنسرق عندي ابدا اوضح. لا بس مش بنعمل بتقلص بس.
اللون بقى. هلا بدي اضيف الذرة المنقوعين كمان. صفيت لهم ميتهم. شوفهم. او ماي جاد او ماي جاد. استحكم امسكها. إلها غطا هي من هذا؟ ايه شو في غطاها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كثير بتحمس لهالبكلات ما فيش. وخصوصا ما تتركي. بغطيها بربع الجليات ولا بدها وقت أطول كمان لأنه يطلع مية الصدر كلها ثلاثة. حتى أعتبر عشان أطلع شيء رأيي. عن ثلاثة؟ هذا بقى؟ أوكي. استنى. هلا مغطية. خلينا نشوف. شايفة لبين ما تستوي. نطلع عليها كل شوي أكيد ونحركها. نحط الغاز تحتها. حشت أرقها. أوكي؟ أوكي. أنا عدى وقت عليها. وصار الفروج على الصدور كتير منيح. ليكون أفرجيكم هيك. رح طلعوا قرصه هون. حاول أقرصه. جليت الجليات أنا طبعا هيكون أصمت. هلا بدي أحط الصدور اللي قطعناهم من الفروج المشوية. طيب. هو كان يعني نحن كنا مخططين انه نعمل من امبارح يعني اليوم قررنا قلت لعمتي زي الفروجات لا في صدر منه تعالي اصلا بصيروا اوكي فيه تمام قسمناه هلا بدي اضيف كمان شوي قبل ما تنشف معكم لازم صار الصدر كتير كأنه اوكي بدي ارجع اخلطيهم وعيفهم لحتى هيك يتمغمغوا يستووا مثل العادة اوكي نعلي الغاز شوي تحت انه راح يستوى هنطخت على اللحم بخار يعني لحم يعني بخار هيك كيف رأسا عليت هيك درجة صغيرة سوريا اوكي هاي بعد ما استوت حطيت لها نص معلقة دبس بندورة وعرفتها تستوي وهيك صارت شكون يا قرب أكتر اللهم صل على النبي يا شي بشهي شي بشهي هلا هي بدها بس رز بس نحن رح نغطيها ونعيفها لأنه جوز علينا مطول صار لما يجي غطيها سوري بس هيك حبيت لكم وأكيد جربوها لأني أنا دقتها كتير طيبة سو جربوها أكيد بقيت أعطيكم أبديت وسر خطير عم بصور فيديو لعبودة ومعدو يب يس مين؟ عبودة اجا ما شاء الله بعتت امه لتحت راح واجا دقيقتين هاي كويس يب هيكو حزروا شو الفيديو رح ينزل بعد الفيديو اكيد يب جد؟ عبدول عمتي طيبة يعني على كفالة عمتي بنقول طيبة بتعملوها وهي عملنا سلطة جنبها ورح صور لكم صورة غلاف وحطها بس هيك كون خلص الفيديو لايك